المفروض شغالين في الكنار. تمام، هنشتغل في الكنار بحيث ان احنا الاول جبنا البلوفر بتاعنا لسه احنا مخيطناهوش، بس ده الوش وده الظهر. هنا نحطهم على بعض. المفروض ان الكنار هياخد البلوفر من تحت يلف لحد فوق. يبقى الزرار بتاعتي هي دي هوزعها في الاماكن اللي المفروض هيتركب عليه البلوفر. عايزه بقى اعمل العروه التانية، لسه شويه على العروه التانية، فانا هشتغل الصفوف اللي في النص دي لحد ما اوصل لمكان العروه التانية. عروتين احنا قلنا احنا عملناهم زرين، فهنعمل عملناهم غرزتين، فهنعمل غرزتين لوحديهم، هنسيب 1 2 وهنشتغل التلاتة اللي بعد كده، وهنشتغل في التلاتة اللي بعد كده 1 2. دلوقتي احنا في مرحلة خياطة البلوفر بتاعنا، دي المرحلة الأخيرة. ده شكل القطع اللي احنا عملناها مع بعضينا. استنوا اجيب لكم، جايبه الابره بتاعت التريكو القديمه دي عشان اشاور لكم بيها. دي الظهر، ده الوشين، وده الكم. الكم بتاعنا ده فيه الكنار اوريدي متخيط فيه، فاضل كده الكنار اللي هيتعمل على الوش، ده هيتعمل في الاخر خالص بعد ما احنا نقفل البلوفر. طيب طريقه الخياطه بقى بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي؟ هنخيط الاول كتف الوش مع الظهر اللي هي الحته دي والحته دي، وبعد كده هنخيط الكم بتاعنا من هنا. يعني الكم هيبقى هنجيب نصه بالظبط، هيبقى عند المسافة او الفراغ او الفاصل ما بين الوش والظهر هنا، وفي نص كده وفي نص كده، وكذلك بالنسبة للكم التاني. طبعا عشان نعرف بالظبط نص الكم ازاي، احنا بنطبق الكم على بعضه لحد ما بنجيب النص بتاعنا ويبقى هنا. طبعا انا كنت بودي ان انا احط ماركرز في كل الحتت اللي انا المفروض اخيطها، بس رغم ان انا جايبه بنص مليون جنيه ماركرز مثلا، الا ان انا مش لاقيه غير الثلاثه دول حاليا. علشان كده انا الماركرز بجيبه زي اللبان بالنسبه لي، بالباقي ماركرز، بس مش مشكله، بسيطه دي. بعد ما احنا بنخيط الجزء ده بنقفل البلوفر على بعضه، ونبتدي بقى نخيط الكم. يعني هنخيط بعد ما نخيط الكم من هنا، بنقفل الكم ونخيطه مع بقيه الجسم. هنعملها لما نوصل لها. احنا بقى هنخيط ازاي او هنعملها ازاي؟ ممكن بالنسبه للكتف تعملوه كده، او لو انتوا حابين تعملوه مثلا اللي جوه من بره لجوه، من بره لجوه، دي مش هتفرق. وبنلاحظ ان احنا بنخيط من الظهر، يعني الظهر هو اللي هيبقى موجه لينا زي ما انتوا شايفين بالنسبه لكنار الكم كده. فاحنا بيبقى نحط الحاجات على القطع على بعضها بالترتيب ده، والظهر بيبقى هو اللي باصص ناحيتنا، ونبتدي نخيط. زي ما قلت احنا بنخيط يا اما بالابره العاديه ابره الخياطه، يا اما بابره الكروشيه. جهزوا الابر بتاعتكم وجهزوا الخيط، وتعالوا نشوف هنخيط ازاي. احنا زي ما قلت لكم هنبتدي نخيط الاول الكتف، فانا بقى هشيل الكلام ده كله وهركز في الحته اللي احنا المفروض هنبتدي نخيط منها. هنبتدي ان احنا نربط القطعة من بعضها. اول قطعة نربطها هي قطعة من القدام، من البلوفر من قدام مع ظهر البلوفر من عند الكتف زي ما احنا قلنا قبل كده. بنجيب الابرة بتاعة الكروشيه، نجيب الخيط اللي احنا هنعمل بيه ونبتدي نشتغل. انا اول حاجة عملتها ان انا ربطت الطرف ده مع الطرفين مع بعضيهم يعني. واوريدي انا حاطه هنا ماركر ماسكه بيه نهاية الصف بقى بتاعنا. تمام، انا هخيطها او هشغلهم مع بعضهم بغرزة النص عمود. هي غالبا مش واضح قوي علشان الخيط ازرق والشغل ازرق فمش باين.
كده احنا وصلنا للاخر. ماشي، الناحية التانية هنعملها بنفس الطريقة. دي نعملها كده، الناحية التانية نعملها بنفس الطريقة، هنخيطها بنفس الطريقة او هنربطهم مع بعضهم بنفس الطريقة، وبعدين نيجي نشوف الكم هنخيطه ازاي معاهم. نيجي بقى عند الكم، ازاي هنخيط الكم. انا بحاول اخليه واضح شوية. هنا ده الكم بتاعنا برضو من الظهر، وده هنا الوش والوش والظهر بتاع البلوفر من المقلوب، من الوش المقلوب. انا بجيب ابرة او الماركر بتاعي، الكم بطبقه نص على بعضيه نصين، وبعدين النص اللي من النص بالظبط بحطه بالابره بتاعتنا او بالماركر بتاعنا في النص بتاع الكتف، الحته اللي احنا لسه مخيطينها دلوقتي. فانا عندي الماركر هنا من نص الكم لخياطه الكتف، والناحيه دي ده نهايه الكم، ودي البدايه بتاعت الكم اللي احنا نبتدي ان احنا نخيط بيها او نربطهم بيها بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الوش مع الظهر. هنعمل الكم. تمام. طيب نخيط بقى عادي جدا، او هنربط عادي جدا برضو بالغرزة، غرزة الحشو. لو انتوا هتعملوه بغرزة تانية، نص عمود، بغرزة المنزلقة، بغرزة عمود بلف، ايا كان، افتكروا بس ان تشتغلوا بنفس الغرزة البلوفر كله. طيب نخلص الكم ونيجي هنخيط بقية الكم. بعد ما هنقفله من هنا، هنبتدي بقى نقفل الكم بالطول ذات نفسه. فهنخلص الحتة دي ونيجي نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا المفروض هنبتدي نخيط الكم اللي احنا اوريدي كنا ربطناه مع جسم البلوفر. فاحنا دلوقتي واحنا بنخيط الكم هنخيط معاه جسم البلوفر، بمعنى احنا هنبتدي من اول هنا، من اول الكف او المعصم بتاع الكم. هنبتدي نخيط كده لحد ما نوصل تحت الابط هنا. تمام، هنخيطه وبعدين هنكمل بقى بنفس الخطوة، ان احنا نخيط الوش بتاع البلوفر مع ظهره. فهتبقى مرة واحدة هنروح واخدين الكم كله، تمام، مع الجسم بتاع البلوفر بنفس الطريقة اللي احنا خيطنا بيها الكتف، واللي خيطنا بيها الكم في الكتف. فهنخيط ونبقى احنا كده خلصنا. المرحلة اللي بعد كده هنخيط بقى العروة او المكان اللي فيه زراير، مش العروة بقى، اللي هي الكنار، مع جسم البلوفر.